السلام عليكم اخويا التتشاوي. رجعت لك بفيديو جديد. هنتكلم على كاس السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات، اللي مكون من 4 فرق لاول مره في التاريخ يكون من 4 فرق. ايه هما الفرق؟ سيراميكا، بيراميدز، زمالك، الاهلي. 4 فرق واربع مطوشه من نار. ايا كان اي ماتش فيهم فهم هيبقوا 4 مطوشه من نار، ايا كان اللي قبل النهائي ولا النهائي ولا تحديد المركز الثالث والرابع. حرفيا 3 مطوشه. مش هيبقى يعني 4 مطوشه نار. ال4 مطوشه اللي جايين دول هيبقوا نار. هتشوف كاس سوبر لاول مره. نار النار النار. هنبدا باول ماتش، الزمالك وبيراميدز، اللي هيقام الساعه 4 ومكتوب 4 و5 دقايق. معرفش ايه 4 و5 دقايق دي، هل مثلا عشان الاحتفاليه اللي هناك؟ هل ممكن هم يعملوا احتفاليه زي بتاعه السعوديه بتاع كاس السوبر الافريقي؟ ما اعرفش، بس انا اشك اللي هي ال5 دقايق الزياده دول او ال10 دقايق الزياده اللي هيتلعبوا، اللي هيقفوا في الماتش الاول، هيبقى بسبب الاحتفاليه. يا اما بقى الاحتفاليه ممكن تبقى في النهائي، دي حاجه تانية. فهنتكلم على القنوات الناقله، المذيعين، الاحداث اللي حصلت قبل الماتش، تمام. وهنتكلم على شويه تكتيكات كده جوه المباريات، نشوف الدنيا هتبقى ماشيه فيها ازاي. هنتكلم اول حاجه على ماتش الزمالك وبيراميدز، الماتش اللي مواجهه تقيله جدا جدا جدا. الزمالك كعبه عالي على نادي بيراميدز، تمام. المواجهات المباشره في صالح نادي الزمالك اكتر من نادي بيراميدز، بس حاليا السكوادين دلوقتي مرعبين. يعني السكواد اللي انت شفته قدام الكاس السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك سكواد مرعب، والسكواد بتاع بيراميدز كده كده سكواد مرعب. يعني كده كده احنا مش محتاجين نتكلم على طول الاسماء اللي فيه، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، وغيرهم اسماء كتيره، مش عايز انسى حد بس الاسماء عاليه قوي. وفيستون مايلي المهاجم، ووليد الكارتي. يعني كتيبه من الكتابه الاربعه اللي موجودين في البطوله. بس اقوى ماتش ومش اقوى ماتش، هما الماتشين اقوياء جدا. وسيراميكا برضه عندها قوه لا تستهان بيها يعني. منهم القندوسي، احمد ياسر، اللعيبه عند سيراميكا قويه جدا. المهاجم انا عارفه بس انا مش فاكر اسمه ايه، اللي كان بيلعب في المصري. هفتكر اسمه واحنا بنتكلم وهقوله. فالكتيبتين بتوع بيراميدز والزمالك اقوياء جدا جدا جدا. فانت هتتفرج على ماتش متعه كرويه. بس يا رب الفرقتين ما ينزلوش مقفلين من بعض. يعني الماتش لو كان مفتوح انت هتشوف ماتش في منتهى الروعه والجمال. ايا كان بقى السكواد اللي عند الزمالك العالمي، سكواد بيراميدز المخيف، فانت هتتفرج على ماتش عالمي وبحضور جماهيري عالمي. ما انت ما تتكلم في ماتش في الزمالك والماتش التاني في الاهلي، اكبر فرقتين في الشرق الاوسط، انت عايز اكتر من كده؟ انت هتشوف حضور جماهيري عالمي. انت هتشوف حضور جماهيري عالمي في المملكه العربيه السعوديه. ال 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 اقصد في الامارات، معلش اختلط على الامر. فهتتكلم في ماتش عالمي. نخش على الماتش بتاع الساعه 8 بالليل. والماتش بتاع الساعه 8 بالليل ده هيبقى فيه الاهلي وسيراميكا. برضه ماتش هيبقى فنيات عاليه قوي، لعيبه عاليه قوي، لعيبه عايزه ترجع، لان هم كانوا لسه خسرانين كاس السوبر الافريقي. فانت هتشوف اكتساح في الماتشين. انت هتتفرج على ماتشين متعه للعين. مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. انت هتتفرج على ماتشين متعه. الماتشين هيبقى فيهم تكتيكات وفنيات عالميه وعاليه قوي 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 فوق ما انت تتخيل بشويه. هنيجي القنوات الناقله. اول قناه اللي احنا عارفينها اون سبورت، دي اول قناه زي على الماتش. عليها مين المذيعين؟ الكابتن ايمن الكاشف والكابتن مؤمن حسن. مؤمن حسن لقنوات الزمالك، ايمن الكاشف للاهلي. تمام تمام. ننزل تحتيها ابو ظبي الرياضيه، ما قناه، ما كده كده البطوله متذاعه في الامارات او هي ملعوبه في الامارات، فانت لازم ابو ظبي تذيع الماتش. ابو ظبي عليها عامر عبد الله، المذيع اللي ساعات بينحيز لينا ماشي، بس المذيع دمه خفيف ولطيف كده في الاذاعه بتاعته. وده اللي هيبقى على قناه ابو ظبي الرياضيه. نيجي بقى للمفاجاه بتاعه ام بي سي مصر اللي فجرها ابراهيم فايق، اللي هتبقى المباريات على ام بي سي مصر 1 و2. ليه؟ لان كده كده ام بي سي مصر والشيخ ترك من رعاة
لكاس السوبر المصري، فاحنا كده كده عارفين. فكده كده المطوشه هتتذاع عليهم اتنين مذيعين تقال جدا. مين هم؟ مدحت شلبي والمذيع العالمي فارس عوض. فاحنا بنتكلم في مذيعين، 5 مذيعين كده في القنوات ديت، يعني توب التوب. طبعا فارس عوض وعبد الله عمرو عبد الله ومدحت شلبي وايمن الكاشف ومؤمن حسن، 5 عاليين قوي. فانت انا عايزك تقول لي في الكومنتات ايه القناه اللي هتتفرج عليها عشان المذيع الفلاني. يعني مثلا قول لي ام بي سي مصر عشان فارس عوض او مدحت شلبي، قول لي انت هتتفرج على انهي قناه عشان المذيع انهي. تمام. نيجي بقى اللي اول مره يحصل في البطوله ديت، اللي مفيش وقت بدل ضايع. الاداره بتاعه اتحاد الكوره كلمت الاربع فرق وقالوا لهم اللي مفيش وقت اضافي. طب مال في ايه؟ بعد الشوطين هيلعب ضربات جزاء على طول في حاله التعادل. تمام. غير المفاجاه اللي كشفها احمد شوبير، كابتن احمد شوبير حارس نادي الاهلي السابق ومذيع في النادي في قناه النادي الاهلي حاليا، ان امام عاشور بعد تدريبات النادي الاهلي اللي مع زملائه رجع يتدرب في الجيم تاني. هتقولي ليه؟ طب ايه الفايده اللي هو يرجع يتدرب في الجيم تاني؟ هقول لك اللي هو يرجع يتدرب في الجيم تاني، هو عايز يعمل فورمه زي الفورمه اللي كانت معموله قبل ما يجي الاهلي، لان طبعا كده كده الشوطات موجوده بس قوه الشوطه قلت، فهو عايز يرجعها من اول وجديد. وغير التركيز اللي داخل فيه امام عاشور قبل الماتش، فانت هتتفرج على نسخه امام عاشور في الماتشين اللي هيتلعبوا عاليين قوي 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 قوي. يعني هتتفرج على امام عاشور في الماتش دوت عالي قوي 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 قوي. وبكده ابقى قلت لك كل الاحداث اللي ممكن تحصل في كاس السوبر المصري في الامارات، وقلت لك القنوات والمذيعين. وبكده ابقى خلصت الفيديو بتاعي، واستناكم في فيديو جديد، وسلام.